الألعاب القديمة أعظم إشي ممكن تلعبه في حياتك حرفيا. أيام لما كنا نلعب على شاشة ظهر وكيسة الفلافل بس. كل هذا الحكي تطور وانحشى RGB، والشركات نسيت كيف تعمل لنا منتجات أيقونية بنت ساعات طفولتنا حتى لو ما عندك أقوى جهاز بالحياة. وفي هذا الفيديو راح أرجع 3 ألعاب قديمة للحياة بجرافيكس خالع، وكل المودات والأدوات اللي راح نستعملها بهذا الفيديو بتلاقيها في الديسكريبشن. وقبل ما نخش على الفيديو خليني أعرفكم إيش هي محركات الألعاب. هذا هو المطبخ واللي بتلاقي فيه أي أدوات لازمة علشان تعمل أي أكلة بدك إياها. وأشكال المطبخ كثيرة، مطبخ أبيض أسود بني سكني بنفتحي، وكل مطبخ بتصمم شركة معينة أو نجار مستقل. وأشهر مطبخين معنا لهذا الفيديو يونيتي وأنريل إنجن 5 اللي كلعطونا في واقعيته. والفرق بين المحركات القديمة والجديدة إن المحركات القديمة كانت متخلفة تقنيا حمار، يعني تقدر تقول ان الشغل على محرك قديم بالزمانات كان جنون حرفيا. كمثال المحركات الجديدة بتستعمل السكين علشان تقطع الخيارة، بس المحرك القديم بيستعمل خيط عشان يقطع الخيارة. الاثنين بيقطعوا الخيارة بس واحد فصح والثاني متخلف. GTA سان اندرياس اول لعبة معنا لليوم، واللي تم تطويرها على المحرك الفشيخ رندر وير. هو محرك مز بس لساته بقطع الخيارة بالخيط. فرصة سعيدة ان نجرب فاي سيتي سان اندرياس. واول اشي اكتشفته انك لما تكبس على اي خيار، لا والله كبس لا شايف كيف ما بكبس الا لما احط اوبشن. وطبعا كاي لعبه قديمه ماكله هواء. ليه هيك فح تفاصيل معدومه، بكسلات، وين مكعبات. ماينكرافت عندها تفاصيل اكثر من هيك صراحه يا عمي. الآلة الحاسبة فيها تفاصيل اكثر. كاميرا ثابته يا عمي، ليش الكاميرا ما بتتحرك اصلا؟ فريمات قليله 32 فريم. المحرك ما بيستحمل، يعني تخيل هذا فوق ال1000 فريم هذا يطيح على ظهر المحرك اذا ما ظهره. قصة تعبانة. المتوحد اللي ما ختم أجهزة GTA في حياته. بس ستيل يعني والله إن اللعبة عظيمة، لازم إني أختمها بيوم من الأيام. بس حتى بعد ما رفعت إعدادات اللعبة الأصلية لأعلى إشي ممكن وبعكشت بأهل الإعدادات جميعها، ما فهمت ليش الكاميرا ثابتة ما بتتحرك. يعني لما يلحقني شرطي وبدي أطلع عليه بنفس الوقت كيف أسويها هذه؟ أعطيه مايكل جاكسون يعني؟ وبعد ما جربنا فاي سيتي على الجرافيكس التعبان، أترككم مع الجرافيكس مود. اوكي، وبعد ما ركبنا الجرافيكس مود يلا نيو لوك. بسم الله. مان يا زلمه مين معطيني رابط GTA 6 ولك يا عمي؟ حتى الفريمات يا عمي طايره من الشاشه هيك، في فريمات زياده بتطير. اركب البتاع ده يا عمي، اركب. كيف بركب الاشي هذا؟ اركب يا حمار، اركب تتشعبطش يا عمي. والله افتتاحية حلوة عشان اروح اختم اللعبة زي الكلب. هو تقدر تقول زيادة تفاصيل، اضاءة مرتبة، واهم شيء يكبوا لك شوية مي على الارض على اساس يوروك الانعكاسات والري تريسنج. بس ستيل دلشس. خذ كمثال باتل فيلد 3 يا عمي، اللعبة جرافيكسها متواضع بس اسمع المشن الاخير تبعها بس بدك تمسك الجرافيك توكلة يا عمي. هي توكلة مع ملح يا عمي، حلي عن وجهي. يا عمي دراجة تراها يا عمي. الانعكاسات براذر، الانعكاسات والله دلشت يا حبيبي. يعني بتنزل هسه. نعم اوكي كفو. مقارنة سريعة بين GTA 6 وسان اندرياس علشان تشوف الفرق المبهر. اللعبة الثانية اعظم لعبة بالقائمة، اكثر لعبة بختمها في حياتي، وبختمها بمعدل مرة كل سنتين، فتقدر تقول عملية حسابية بسيطة بيطلع معك 10 مرات ختم. يا عمي بكفي عظمة الانترو لحالها. اعظم بلاي ليست في سبوتيفاي. من اولها يا عم. شوفي المشكله انها ما بتطلع لك الا لما ابوك يخش عليك. عينك على الجرافيكس كيف يا عمي، بكسلات ماينكرافت. فرج على الارضيه كيف يا عمي، بلوكة ماينكرافت شادينها ودعسوها هان في السياره هذه لذيذه. بس بدي مان عينك على الشجره، تفرج كيف يا عمي جايبين ورق A4 ورسمين عليه شجر. مان هاي يا حمين كلب اللي خبطني هذا. كان في شيء برضه مستفز في هاي اللعبه بعيد عنها من اعظم الالعاب اللي لعبتها انك لما تكون سريع يا عمي بحط لك هيك موشن بلور على اساس انت الآلة سريع. مان يا عمي والله ما هي مستاهله. انا عارف ان السياره سريعه دونها الواسطه، فكل هالحكي راح نصلحها بالمودات ما عليك يا عمي. والله استفزاز تلعب بس على 60 فريم يا ولك. منين اجى البتاع ده يا عمي؟ شوف اعطاها ولك طريق مفتوحة يا. خلينا نحكي عن محرك اللعبة EAGL ايجل. شايفين اللي بيقطع الخيار بالخيط؟ هذا المحرك لا بس بده ينفخ على خياره ومتأمل انها تنقطع. يلا طبعا اكيد ومطور هذا المحرك EA. اعطيني اكثر
اكثر. محرك سان اندرياس بس شد اهل المود وحطه بملف اللعبه واشتغل لحاله، اما بهذه اللعبه بهذا المحرك نزلت نسخه كامله مهكره منقوله على محرك ثاني، وعلشان تفعل المود لسه بدك تستعمل هذه الاداء اللي طحنت شرايين مخي، ولسه لما تشغل اللعبه بدك تستنى 5 دقائق، يا اما انها بتشتغل معك او انها. وجبت فلاشتي ونقلت ملفات المود على الكمبيوتر القديم عشان الظاهر ان في حفله بتستناني بهذا المود. شو هالولدنة يا عمي شو فعشان هاللعبة مهكرة خربت لي السيف الحالي اللي كنت شغال عليه، والبروجرس الوحيد اللي لقيته اللي هو تاس سول جودمان. يعني بالله تقدم 25%، بايش بدي يساعد علشان يجيب البيئة تبعتنا؟ بس الحمد لله محرك ما خلاني احرك حتى سنتيمتر واحد، كلمة في وورد ما خلاني اغيرها، بس في اشي واحد قدرت اني اعدله. وبس خلصت تهجين اللعبة بالكمبيوتر القديم اجت لحظة الحقيقة علشان ننقلها على الكمبيوتر الجديد. الشقفة اللي هي عينك على التفاصيل. هسه اتفرج على الشارع صار فيه شوية تفاصيل. الريسورس باك يا عمي رايق. اتفرج على الشجرة كانت ورقة صارت خلص صارت مجسم 3D العادة، تقدر انك تمد ايدك يعني. يا عمي موشن البلور هاد قلت لكم راح اشيله، بس يا عمي يحلوا عني يا عمي. الماكينة هذيك قلعت اهلي لحد ما شغلت المود هذا. تقعد اركب كمان واحد للبلور يا زلمة خلاص بكفي. اتفرج على السما يا زلمة. لا خلص تتفرجوش عليها يا عمي، اتفرج كيف بتكلتش. انا المسلم اللي بقع بالحفرة مرتين، قولكم يا عمي ايزي. ملاحظة قبل ما تكمل هذا الفيديو، إذا حبيت تستعمل أي مود من المودات اللي شغلناها بهذا الفيديو بتلاقي روابط جميع المودات موجودة في الديسكربشن. حتى تتفرج على المود في الكزاز بتكسر وإلاستيك جدا، فاهم علي؟ يا كلب ابعد عني. عينك على الكزاز كيف يا عمي، بدي أشد واحدة. يلا يا عمي هات الكول داون رايق. بدي أروح بس على المنطقة الزرقاء هذيك عشان نخلص. يا ابن يا شاطر اتحرك ولك تحرك. شرطي واحد ولك مرة يا ناعم. هذه لعبتنا الفخمة قبل إضافة المود وبعد إضافة المود، وزي ما أنت شايف تفاصيل الشارع والشمس وكل إشي بيرفكت. وعندك لقطات هنا تفرج عليها. هو أنا ناسي أصور هذه الجزئية وأحكيها بالفويس أوفر، بس اتفرج وأنت ساكت يا عمي. والإيجابية الوحيدة في هذا المحرك إنك تقدر تركب أي مود ثاني بالراحة بعيدا عن الجرافيكس يعني. تدا تمام الكابتا هتحبوه هذا المود يا عم. عينك على السرعة، عينك على الهيت بوكس، والأول ليتس جو. شو الفخامة يا عمي. المشكلة الكتابة بغطي على وجهها. وإذا بدكم مقطع عن المودات الخرافية اللي لقيتها اكتبوا لي بالتعليقات. اللعبة الثالثة والأخيرة. هذه اللعبة ما تطورت بأي محرك ألعاب، لا يا عمي. بتلاقي كودها انكتب بالنوت باد، بتلاقي مطورها شد النوت باد هيك كتب اسم اللعبة وشو بعدها /GameSummon-H0.exe شو وبس هيك، وطلعت أزبل قطعة تقنية شفتها بحياتي. وبالنهاية قدرت إني أحمل النسخة المصرية منها. يا عمي تفرج شو في ملفات اللعبة. يا عمي شو والتر وايت يا عمي. والله أحمد شريف هذا هيز ذا كوك مان. تفرج يا عمي بلاي ستيشن 1 اليوم بدنا نحطها الرقم 5 هيك، بس بعد شو؟ أكيد مش بعد الانترو اللي مصور بتلفون سامسونج واللي كل شوي بيسوي لك سبام على الشاشة. يا عم الغبرة طالعة من هذا. شو هذا؟ ريحة الغبرة طلعت. اوكي سبايدر مان. ولا اللعبة المستحية اللي بس تكبس على اي طرف من اطراف الكيبورد بتشبك برا اللعبة. حصيرة يا عمي والله. الريحة المصرية موجودة يا عمي. خلينا نشيك اول شيء على خيارات الجرافيكس عشان نحصل على اقوى تجربة ممكنة. طب انا اي كبسة يا عمي حل عني زلمة. شو هذا؟ بدي اقعد احضر الانترو كمان مرة. اوكي هسه شو كان الكبسة. اسمع بدي اجرب اخبط الكيبورد هيك. لا ولك شغلها. بدي اتجنب اطراف الكيبورد. اوكي مخ او الموسيقى المتقنة. بس ستيل اكيد ما بننكر انها لعبة تاريخية.
Hey, let's start the game. هي ليتس ستارت بيحكي انجليزي ومترجمين ياباني واللعبه نسخه مصريه. بيبسي مان. ايه يا زميلي، تصدق والله انت ابن حلال مصفي. ابن الريحه المصريه يا اخي. كاوتش العربيه بتاعي وراحت الكاوتش. اعمل اي حاجه يا بيبسي مان. اعمل اي حاجه يا بيبسي مان. بجيب البيبسي اول عشان اعرف اساعدك. اوكي يلا ليتس جو. انا مش فاهم بس انت جاي الكاوتش بتاعك خرب. يا هو الخارق تبعكم. اوكي سبيس ما بتنط، سبيس بتوقف اللعبه. بس انا مش فاهم، اخونا خرب الكوشوك تبعه بدل ما يروح الميكانيكي يطلب من تبع بيبسي. يعني انا مش فاهم شو المقصود بالموضوع. انا يعطيكم العافيه يا شباب، عاوزين كاوتش يا جدعان. طب اوكي وين الكاوتش؟ طب اخونا عاوز كاوتش يا بيبسي. عظيم عظيم. كبيت الكولا يعني مفيش محارب. وعلشان تدور على جرافيك مود زي الخلق لعبه معفنه مغبره زي هذه بدك بحث ساعات قد يستمر معك لنص الليل. اوكي بسان اندرياس استعملنا مود، نيد فور سبيد استعملنا اداء، بس بيبسي مان ايش استعملنا؟ مطور طور لعبه كامله من الصفر على محرك انريل انجن. انت متخيل؟ ولك ركعها ركع وعشان الكوبي رايت كان مغير اسم اللعبه، وحرفيا كل اشي بيرفكت باللعبه من ناحيه الجرافيكس. هسه المفروض ان هذه هي نسخه الجيل الجديد من بيبسي مان بس مسمينها سودا مان. بس يا عمي شو انتوا اوكي اشتغلت. هسه بكد اسب انا. يا عمي الفريمات بتطير من الشاشه مش زي هذيك الخرا. والله لعبتين متخلفات يا عمي، ثنتين هيدا عندهن اعاقه لما تشتغل اللعبه. استنى كيف الواحد ممكن يدعس؟ وركه يا سودا مان. شوف الحمار اللي وقف يا عمي. شوف بيبسي مان سودا مان بطلي ابو الكاوتشات. انا مش فاهم، انت سارق لعبه بالحالتين. اسرق نفس صار التحكم. ليش توجع راسي بالبطاطا اللي مش عارف حتى عليه كبسه بتزحلق. شوف حل عني الحق. اكبس على هذا الفيديو علشان تشوف تحدي الرسم مع الشباب، وانا اشتريت رسمة اللي فاز. وبرضو تنساش تحط لايك وتدعم المقطع عشان تخفف عن هذا المكتئب اللي بالخلفية.